بصح في المنتخب تخدم باللاعبين اللي يكونوا ما هذيك الجنسيه، تكون عندهم هذيك الجنسيه، ماشي كيف تكون واعره شويه عليه. جو بونس كو يدير حاجه معاهم. لما يكون ناخب راح يعمل الا فريضات فيفا، دازت كلمه الصحف الاوروبيه والامريكيه. ما قاله الإعلام الجزائري بعد استدعاء كل من آدم أزنو لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني ويوسف الخديم لاعب نادي ريال مدريد الإسباني للمنتخب الوطني المغربي الأول. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. إليكم التفاصيل. يعيطوا لك تجي تلبي الدعوه وتقدم واش كان لازم تقدم، وهذا ما كان. انت ما تحوش انت حاجه اداريا، كل واحد يخدم خدمته. بارابور ا سيرتان ناسيون عنده لو شوا مينيموم بوتيتر تاع مانيش عارف انا 10000 جوار ولا والعب وكون اون فورم، ومن بعد كي يعيطوا لك انت منتخب وطني تلبي الدعوه. تمكنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من التوصل إلى اتفاق مع الظهير الأيسر آدم أزنو لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني للتواجد في معسكر المنتخب الوطني المغربي الأول خلال شهر مارس المقبل. وجاء ذلك بعدما تراجع آدم أزنو في وقت سابق عن قراره بتمثيل المنتخب المغربي عقب استبعاده من قائمة الأسود للمشاركة في كأس العالم للناشئين. كما سيتم استدعاء الظهير الأيسر يوسف الخديم لاعب نادي ريال مدريد الإسباني لمعسكر المنتخب الوطني المغربي الأول خلال فترة التوقف الدولي المقبلة. كما أن هذا القرار كان برغبة الناخب الوطني وليد الركراكي الذي يسعى لتعزيز تركيبة الأسود بظهير أيسر جديد. وسيحسم الناخب الوطني وليد الركراكي في اختياره بين كلا اللاعبين لضم أحدهما للمنتخب الوطني المغربي الأول والآخر سينضم للمنتخب الأولمبي. كل هذا لم يعجب الإعلام الجزائري الذي يشاهد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقيادة السيد فوزي الأقجع تعمل على استدعائها مواهب الأندية الأوروبية العملاقة إلى المنتخب الوطني المغربي الأول.